السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام متابعينا في كل مكان، مستمعي إذاعة إشراق دوعا اف ام. اليوم معنا لقاء منفرد جدا، لقاء مع أحد الإخوان وأحد المواطنين الحضارم. عزم على أن يفتح مطعم في مدينة تريم. المطعم يهمه العمل في المطعم أن لا يطرح المواد المضرة التي حقيقة انتشرت اليوم انتشار كبير وسببت أمراض للناس، ولديه نيات ولديه مقاصد، وما شاء الله اشتهر في طبخاته وأصبح لديه يعني عملاء وناس يدخلون يشترون وجبات غداء وجبات عشاء فطور. لكن نحن اللي بنتكلم معه اليوم في هذا اللقاء كيف يعني فتح هذا المطعم، وإيش النيات اللي عنده، وكيف كسب الزبون وكسب العملاء ما شاء الله تبارك الله بكثرة، وأصبح اسمه مرغوب ومشهور ومعروف في مدينة تريم، ألا وهو صاحب المطعم العم والسيد والطباخ صالح بن مطهر الحامد، الذي سيحدثنا بعد لحظات وسننقل المايك إليه عن فكرة إنشاؤه لهذا المطعم، وأيضا إيش النيات التي عنده لتقديم ولخدمة المجتمع. وثانيا هو اليوم جاء طبعا إليكم هذه الصورة، نعم هو جاء مع وكالة للحج والعمرة هنا في مكة المكرمة ليطبخ لهم ويقدم خدمات جليلة، يقدم خدمات جليلة وطبخات على مستوى يفرحون كثير الذين يكونون دائما فوق الصحون أمثالنا، يعني حقيقة بطبخاته الجميلة وبالنيات التي عنده. الآن يكون في هذه اللحظات معي الطباخ السيد صالح بن مطهر الحامد. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم صالح، دقيقة المايك ممكن تمسكه بيدك أفضل لأجل يكون الصوت واضح. حقيقة جهود عظيمة تقوم بها في طباخة حملة وكالة الروضة المنورة الأولى من هذا العام 1444. طبخاتك في تريم، مرحبا. الحملة الثانية نعم لشهر، الأولى في شهر رمضان، الثانية للوكالة، الأولى كانت في شهر رجب. الشاهد في الأمر أنه تم اختيارك ما شاء الله في هذه الحملة، حملة رمضان. عم صالح، في تريم أصبح اسمك أشهر من نار على علم، ودائما أسمعك في مجالسك تقول عندي نيات للطباخة. يعني إيه من نيات وإيه اللي شفته اللي ضرب المجتمع حتى إنك تدخل بطريقة ثانية وبفكر ثاني تحاول أن تغير من هذه الصورة التي كانت ولا زالت في مجتمعاتنا وفي دولنا العربية والإسلامية. وحقيقة لا يختلف عليه اثنين هذا الكلام، إنه نحن أصبحنا نستورد لا ننتج، وحياة دخيلة على أكلاتنا، وأنت بتوضح في ذلك. تفضل لك الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان. أما بعد، ما ذكرتم من مسألة الرسالة والنيات التي تبناها مطبخنا في تغيير واقع هو متغير في كل شيء، حتى فيما نأكل وفيما نشرب. صار الناس جميعا في هذه الأثناء يميلون إلى طبخ ما يضرهم وما يعود عليهم بالمضرة، نسأل الله السلامة والعافية، من استخدام للوجبات المليئة بالزيوت، المليئة بالمواد الكيماوية، قليلة الكلفة. يبحثون في ذلك عن الربح، يفوتهم في ذلك نقص الكيل وما يتعرضون له من مخالفة الشريعة. فإن ديننا وإسلامنا جاء لصلاح أمر الدنيا والآخرة. حتى فيما نأكل فيما نشرب ينبغي أن نجدد ونخلص النية لله سبحانه وتعالى، حتى يكون ما نأكل وما نشرب يقربنا إلى الله، ونستعين به على طاعة الله، وننشط به على التقوى وعلى العبادة وعلى القيام بحق الله سبحانه وتعالى. ولا يكون ذلك إلا في أكل طيب هني مبارك، وفي شرب كذلك هني صحي، يتحرى في ذلك ما ذهب إليه الشرع المصون من مسألة المحافظة على الكيل، من محافظة النيات في أكلنا، في التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى، تقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا قال ومن يريد بأكله القواء لطاعة الله له ما قد نوى. جميل عم صالح. النقطة التي ذكرتها هذه أريد أستوضح منك أو توضح لي الكيل، كيف الكيل يعني ينقصون في الكيل؟ لا يخفى علينا بالاستثمار قد طغى على كثير من الأعمال. فالله سبحانه وتعالى أنزل
تهديدا ووعيدا، قال في سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الآية الكريمة حذرت من الذين يقومون بمهمة الكيل والوزن، ومن ضمنهم أيضا الذين يعدون الأكل للناس ويطبخون الأكل للناس، فإن لكل ذي فرد من الناس كيله الذي هو محدد، مثلا لنقول بما هو مقرر من زكاة الفطر، المد يشمل النفرين والنصف تقريبا. فتجد كثير من أصحاب المطاعم والمطابخ يبحثون عن استثمار أكثر قدر من الربح، حتى أنه يأتي بسعر الكيس الأرز مضاعف ضعفين، بعضهم إلى 3 أضعاف. فقد وجدنا من واقع الحال أنهم الكثير منهم يستخدم هذا الأرز الذي هو بكيل الرحمن ما يقارب 350 نفر إلى 400 نفر إلى 500 نفر، وفي هذا مخالفة شرعية واضحة. كذلك ما يتعلق الآن بنتطرق إلى مسألة تتعلق في مسألة الإدام وإعداد الإدام، وما يتعلق في أن لكل إنسان يقوم بعمل اتفاق مع أي صاحب مطعم مطبخ لطبخ وجبة أنه يدفع في ذلك أجرة محددة معروفة. نعم، جميل جدا. كذلك استخدام الطباخين لوسائل ومواد يعني فيها من الضرر على صحة الإنسان كالمواد الكيماوية، ما يسمى بالموت. هذا له أثر سلبي جدا على صحة الناس، لأنه كما أخذنا من الذين نثق فيهم من تصنع عندهم هذه المواد أن هذه المواد لها ضرر في تكون السرطانات المختلفة في جسم الإنسان للذي يدمن عليها. فما بالك إذا كان هي الاعتماد الكلي في جميع من يطبخون على هذه المادة. طيب أنت في طبخك إيش المواد الضارة اللي هم يطرحونها وأنت ما تطرحها؟ أولا نحن من رسالتنا السامية في أن نقدم أكل يرضي الله سبحانه وتعالى ويقوي على طاعة الله. اجتهدنا ولا زلنا نجتهد، وبضاعة المقل طبعا في تقليل استخدام الزيوت المهدرجة قدر الاستطاعة، حيث أنه يعني ما يستخدمونه كثير من أرباب هذه المهنة. نحن قد لا نستخدم في الكمية اللي يستخدم 1000 نفر، قد لا نستخدم حتى الربع مما يستخدمه هذا الذي يطبخ النظير الآخر. ثاني حاجة مادة الموت، وبدلناها عن بدائل طبيعية من الأشياء الطبيعية الموجودة عندنا. لا أستطيع أن أصرح بها الآن لأن هذا قد يكون من سر المهنة، لكن في وقته إن شاء الله لأجل الاستفادة لمن يريد من ربات البيوت استخدامها سنعمل في ذلك إن شاء الله موقع لنا على اليوتيوب في المستقبل القريب، نفيد ونستفيد ونرد على مجاوبات استفسارات الخلق واستشكالاتهم وبحثهم عن الأكل الطيب. ولا زلنا نبحث عن التركيبة المناسبة في إعداد الوجبات حتى ينفرد بها إن شاء الله مطبخنا ومطعمنا، وفي القريب العاجل إن شاء الله مؤسسة الإحسان للتجهيزات الغذائية، لأننا نسعى إلى التوسع وإلى الاتساع بعملنا حتى نوصل رسالتنا إلى أكبر مكان وأكبر شريحة من الناس، وتتغير المفاهيم ويحصل الوعي بضرورة الأكل الصحي الهنيء الذي يعين على طاعة العليم. شاكرين لكم سيد صالح، شكرا. الله يحفظكم إن شاء الله.